دكتور منار، الجوار المغربي جنوبا هو جوار صعب متوتر. رأينا ما حدث منذ 2016، هو جوار صعب من الجهة الشرقية، الحدود المغلقة، هو جوار حذر من الجهة الشمالية، ولم يبقى إلا البحر. ورغم ذلك المغرب يحدث ويحدث اختراقات وانتصارات ومكاسب كبيرة. كل هذا يقول المحللون في الغرب وهنا في الدول العربية، يقولون إن المغرب أجبر الجميع على تبني نمط تفكير جديد في التعاطي في الاقتصاد، في السياسة، وفي حتى في الجانب الديني والاجتماعي. هذا التفكير الجديد كيف يتبلور اليوم دكتور منار سليمي لكي تعم الفائدة؟ الدبلوماسية المغربية معروف عليها أنها تشتغل بهدوء، ما نسميه بالقوة الذكية، وعلينا أن نتأمل خارطة العالم. كل مناطق هي مشتعلة. فقط أعطي مثال هنا، المغرب هنا يبني السلم في هذه المنطقة، وفي شرق المتوسط هناك الفوضى. هذه المنطقة الأطلسية نسميها في العلاقات الدولية بمناطق التحالف الجديدة التي فيها متغيرات، منها المتغير هنا الذي محدد المتغير الاقتصادي، متغير استراتيجي. ولا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية فهي تبني اليوم هذا النوع من التحالف مع قوة إقليمية التي هي المغرب، التي له تأثير كبير على منطقة غرب إفريقيا، له تأثير كبير في شمال إفريقيا رغم الصعوبات الموجودة. كما قلت هناك حدود مغلقة، هناك العديد من المناورات، بمعنى أن جيراننا، ونقولها بصراحة، نحن لدينا جار هو شبيه بكوريا الشمالية، واليوم نتحدث عن هذا الجار الذي هو الجزائر ونقول بأنه إيران شمال إفريقيا، يخلق الكثير من المتاعب. ثم لدينا الجوار الحذر على مستوى الشمال. لاحظنا مثلا كيف أن إسبانيا لم تنتبه إلا بعد أن قام المغرب بهذا الإنجاز، وهي تحاول أن تناور، وإن كان من الصعب عليها لأن هناك العديد من الملفات المشتركة. إذا المغرب هنا علينا أن ننتبه منذ سنوات وهو يقوم بعملية بناء هادئ. كنا نتحدث ونقول أن هناك نموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية جذاب، وكنا نقول بأن هذه الأقاليم هي بوابة العالم نحو غرب إفريقيا. وأيضا لما وقع مشكل معبر القرقرات كنا نقول بأن هذا المعبر هو لا يتعلق بالمغرب وموريتانيا، وإنما هو بين أوروبا ولاغوس، واليوم هو معبر عالمي. إذا كان هناك بناء بهدوء، بناء اقتصادي، وأيضا هناك بناء سياسي في هذه المنطقة. هذا هو الإنجاز اليوم، بمعنى من يتأمل خارطة العالم سيجد بأن كل المناطق هي مشتعلة، ولكن المغرب استطاع أن يبني الاستقرار كقوة إقليمية. لا هذه المكونات التي هي مكونات أولا كأمة دولة، لا هذه القوة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت أمة دولة قديمة التي هي المغرب. لها هذا الجانب الروحي، هناك امتداد لإمارة المؤمنين، امتداد في كل غرب إفريقيا وامتداد في مناطق أخرى، بمعنى أن هذا الامتداد الكبير أيضا، ولاحظنا بأن هذا الامتداد هو اليوم الذي يشرح أيضا هذه المسألة المرتبطة قلنا بالجالية المغربية اليهودية. أيضا هناك الجانب الاقتصادي، السلام اليوم يبنى عن طريق الاقتصاد. إذا ننتبه جيدا. قلت بأن هذه المسألة هي هذه المنطقة بناء التحالفات الجديدة. لا ننسى بأننا نعيش تحول النظام الدولي ونعيش تنافس، هناك تنافس، هناك قوى هي أيضا تتصارع على مستوى القيادة. الولايات المتحدة الأمريكية اختارت اللحظة المناسبة أولا تعترف بالسيادة المغربية، هذا جانب لأن فيه الكثير من التراكم مع رؤساء. كنتم تتحدثون مثلا، كان يتحدث الأخ الوفي من واشنطن عن بولتون. هذا مثلا من يقرأ مذكرات هذا الشخص الذي خرج اليوم، هو يقول مثلا ما كان ممثل للولايات، سفير الولايات المتحدة في مجلس الأمن، كان يقول لو أعطاني بوش الأمر لقمت بحل مشكل الصحراء. كان يقول هذه المسألة. إذن هو اليوم يفكر بطريقة أخرى. هذا يمكن أن حدث مستوى تراكم كبير نأخذ به هذا الإنجاز الكبير الذي هو اعتراف بمغربية الصحراء. ومسألة أخرى، المغرب كقوة إقليمية ضامنة للاستقرار في هذه المنطقة.